عادة الخطأ اللي معظم الناس بتقع فيه انهم بيوزنوا نفسهم يوميا، وده غلط جدا. احنا ما بنخسش كل يوم، او في الحقيقة احنا بنخس بس من غير ما الميزان يحس. بنخس بالمقدار اللي الميزان ما بيقدرش يقراه او يحدده. الميزان في الاول وفي الاخر بيتعامل مع وزنك بشكل عام، عضلاتك، عظمك، اعضائك الداخلية، حتى الاكل اللي انت واكله لسه بيتهضم في بطنك دلوقتي ده كمان بيتحسب معانا. كمان كمية المية والسوائل اللي في جسمك واللي بتتغير يوميا وممكن تسبب زيادة او نقص في وزن الجسم بمقدار يتراوح من 1 ل 2% من اجمالي وزن جسمك كله. فلو انت وزنت نفسك وانت شارب مية كتير هتلاقي نفسك زي، ولو واكل اكلة حلوة وطلعت توزن نفسك هتلاقي نفسك برضه زي، رغم انك في الحقيقة ممكن دهونك تبقى قلت وخسيت فعلا، بس كمية المية اللي جسمك بيحبسها بتتغير من يوم للتاني ومن ساعة للتانية بناء على عدة عوامل، منها كمية الاملاح او الصوديوم اللي في اكلك النهاردة، مستوى هرموناتك وبالاخص هرمون الكورتيزول بتاع التوتر ده. وعشان كده بقولك ما توزنش نفسك على الفاضي والمليان.